اهلا بحضراتكم في بودكاست جديد. النهارده يشرفنا جدا جدا ان احنا مع استاذنا الفاضل باشمهندس حمدي القبيسي، احد رواد صناعة الطباعة في مصر، احد الاشخاص اللي عملوا حاجات كنا نعتبرها مستحيلة. ان شاء الله هنسمع منه بالتفصيل كل الحاجات دي. تاريخ طويل في خدمة صناعة الطباعة المصرية في كافة اشكالها، فيشرفنا جدا احنا مع حضرتك النهارده. ونبتدي كده سريعا، يعني احنا عايزين طبعا نشوف خبرة حضرتك، ذكريات حضرتك، بحيث ان الاجيال كلها تستفاد. فممكن نبتدي اول حاجة يمكن نقول اهم محطة من محطات حضرتك. انه واحنا يعني صغيرين مرة سمعنا كده ان في مصنع بليتس، الواح طباعية اوفست في مصر. فطبعا ما صدقناش، لان كان ساعتها كل الناس بتستورد، عمرنا ما سمعنا في صناعة محلية في المجال ده. واحنا اليومين دول بنتكلم عن توطين الصناعة وازاي ان احنا نقلل الاستيراد ونزود الصادرات. فدي تجربة فريدة، يعني عايزين نسمعها من حضرتك بالتفصيل بإذن الله. أنا حقيقة بداية سعيد جدا بهذا اللقاء، لأنه الأول من نوعه بالنسبة لي. لما أتناول هذه السيرة أو المسيرة من قبل في أحاديث إطلاقا، وإنما كنت بتكلم في حاجات عامة. لكن الحقيقة قبل ما نخش في التفاصيل بتاعة المصنع ده، أنا عايز أقول إن أنا أساسا مهندس كيماوي، لكن ملياش أصلا صلة بالطباعة كعلم أو تكنولوجي، وإنما أنا كمهندس بفضل أو بحثي باستمرار في الصناعة وما هو يناسب المجتمع المصري. لأنه للأسف المجتمع المصري يتميز، وقد ايه هو كبير وقد ايه هو جميل، لكنه بيعتمد في الصناعه على مدخلات كلها مستورده. مش ضروري يقول كلها يعني، وانما معظمها الحقيقه مستورد. لان اللي بيهم المنتج في مصر او المصنع المصري انه يطلع منتج كويس في الاخر. لكن مين بقى اللي المفروض يدور على ايه اللي المفروض كان يتعمل من انه يبقى منتج كده؟ هي دور السلع الوسيطه. السلع الوسيطه دي اللي هي بتستخدم لانتاج المنتج النهائي. الواح الطباعه هي احد المدخلات او المكونات الرئيسيه للطباعه، ومن هنا جه اهتمامي بيها. واهتمامي ده ليه سببين. السبب الاولاني قلته، السبب الثاني ان انا عندي ابحاث في الكيمياء الكهربيه، في الالكتروكيمستري. وصناعه الالواح صناعة بتعتمد أساسا على الإلكتروكيمستري في جزء كبير منها، يعني اللي هو تكوين السطح نفسه. وبالتالي فأنا لما شفت لوح الطباعة ده قلت I think I can do it كده على طول. فدي جاية من الثقة في النفس وفي الخلفية الفنية والخبرة نفسيا. لكني ساعتها سبت الموضوع ده لان انا سافرت اشتغل بره. لكن بعد ما رجعت بعد 8 سنين تقريبا او 9، قلت ده اللوح ده هو اللي انا هركز عليه. من هنا بدأ التفكير بجدية. عملت الدراسات واتصالات مع شركات بره لحد ما وصلت الى شركة امريكية ادتني التكنولوجي وادتني المعدات بالكامل بالشراكة مع شركة انجليزي لخط الانتاج بقى. ولما درست السوق الحقيقة هنا كانت مفارقة كمان كبيرة قوي في موضوع السوق ده، لأنه التقارير والسجلات المصرية عن استهلاك السوق المصري لألواح الطباعة كانت 100,000 متر، بينما دراستي أنا الشخصية للسوق كانت 1,000,000. فلك أن تتخيل قد إيه إن البيانات الرسمية في الدولة بيانات مضللة، لكن الواقع حاجة تانية. ودي نقطة مهمة جدا الحقيقة. وطبعا الموضوع ده خلاص سلفته الدولة، بحيث ان كل شيء اصبح ديجيتال وريكوردد، وبالتالي ما بيعتمدش على الكتابة. كان زمان بيعتمد على الكتابة، فبيبقى سهل قوي وجود اخطاء. من هنا اتعمل المصنع بطاقة تناسب السوق المصري زائد التصدير للدول المختلفة. هتكلم انا حقيقة على التحديات اللي قابلتني في إقامة هذا المصنع. ليه؟ لأنه أنا لما بديت لسه بقول يا هادي، لقيت مثلا رد فعل الألمان لما عرفوا قالوا لي بمعنى يعني بتعمل مصنع ألواح هاي تك في مصر، ازاي دي تيجي؟ كانت هي نظرة فيها سخرية وفيها شفقة. قد ايه ان هم يعني انا صعبان عليهم ان ازاي مصر
تعمل حاجه زي وانت عارف طبعا يعني الالمان ايه يعني معتزين بنفسهم في الطباعه. يعني ازاي مصر طبعا دي لما انت تتكلم بالاسلوب ده مع واحد مصري ولازم يصاب بالاحباط. لا الحمد لله ان ده لم يؤثر علي اطلاقا، وانما بالعكس ازددت اصرارا على المضي في هذا. لما اتعمل المصنع برضو الامريكان جم وهم بيعملوا الكوميشننج تجارب التشغيل، قالوا لي خلي بالك اوعى تفتكر ان احنا هنشغل المصنع هينتج الواح على طول، هينتج المكنه تطلع قماش. لا المساله هنا هتختلف في انها هتاخد لها من سنتين لثلاثه. سنتين ثلاثه. انا قلت لهم برضو الكلام ده ما يخشش عقلي. قلت هم طبعا بيحاولوا ان هم يزودوها كده علشان المشاكل اللي هتحصل هي مشاكل تكنيكال لازم تتقبلها. فانا قلت لهم لا الكلام ده يعني it does not make sense بالنسبه لي انا يعني كمهندس. ليه؟ لانك انت اذا كنت ماشي بنفس تعليمات التشغيل والمواصفات وكل شيء يبقى المفروض ان منتج يبقى. وتصادف يا دكتور انه اول كويل يتم تجربته كانت مدته 10 ساعات، لم يتوقف الخط ثانيه. معناها ايه؟ معناها انه مشي كله تمام، لكن دي مش معناها ان كله بعد كده بقى كويس. لا انا اذكر كويس قوي ان ناموسه، عارف يعني ايه ناموسه؟ لزقت على السطح البليت وميه بقى، انت عارف الشوط ميه بتاع هو لزق، وبعدين الضرافيل فعمال ينضغط، الناموسه عماله تنضغط، بوظت لي حاجه بتاعت 3000 متر. يا ناموسه دي تبين لك قد ايه الدقه اللي المفروض تكون طبعا مايكروميه بالظبط كده. ليه هي المشكله ظهرت فين بقى؟ لما ابتدى الكوتنج. يعني الناموسه ما بانتش على السطح وانما بانت في الكوتنج. ليه بان كده في بقعه هنا كده. فدي كانت يعني احد النقط. لكن بالتدريج طبعا مفيش 3-4 اشهر كان المصنع اولموست ستيدي وكده. التحدي الثاني اللي قابلني كان الخامه. الالومنيوم ده المفروض ده يمثل الماده الرئيسيه في الانتاج او البليت، لكن انا معتمد على الصناعه المصريه للالومنيوم عشان تحقق نوع من التكامل. فكان مجمع الالومنيوم بيتعمل ساعتها في شركه مصر الالومنيوم، ورحت قابلت المهندس سليمان رضا الله يرحمه اللي هو المفوض، كان وزير صناعه على فكره. والراجل قال لي ايوه الخامه بتاعتك ومواصفاتك كلها داخله في الايه؟ في الانتاج بتاعنا. قلت له عظيم. توقيتك امتى؟ قال لي الوقت الفلاني. ده يتزامن تقريبا مع الشغل بتاعي. جيت انا شغلت، جربت وشغلت، وهو لسه قدامه على الاقل سنتين. فده كان تحدي تاني. ده استلزم انه الواحد لازم يستورد الخامه. فبالتالي اتجهت الى المانيا حيث الخامه المظبوطه ولكنها غاليه جدا، وبالتالي دي انعكست على تكلفه الانتاج وانعكست على السعر في السوق. فالسوق لم يتقبل انه يبقى منتج محلي واكثر من المستورد. فده كان تحدي تاني حاولت ان انا احله عن طريق شركه اسمها جارموكو دي في البحرين، وساعدتني الى حد كبير انهم يدوني خامه قريبه لحد ما الانتاج المصري ظهر بعد فتره، وقدرنا ان احنا ننزل بالسعر وننزل بكده مع زياده الجوده. ده التحدي الثاني. التحدي الثالث بقى، وده الحقيقه برضو يمكن اهم نقطه، وهي انه المنتج ده هاي تك يا دكتور. هاي تك خالص. وهاي تك بمعنى ايه برضو؟ انه هو في الاكيورسي بتاعه الميجرمنتس ما تلاقيهاش في صناعات تانية. يعني انت لما تكون 1 مايكرون في الجرين سايز، 1 مايكرون فرق هتفرق معاك في الكواليتي خالص. انا فاكر كنت حضرتك بتسهلها لنا ساعتها واحنا صغير. انا فاكر الكلمه دي. ايوه 6 يعني 6 العمق الجريننج و6 الكوتنج بالظبط 0.6 بالظبط 6 مايكرو 6 مايكرو انت كده بتنقل التكنولوجي كده انت ودي حقيقه. لا احنا كنا بنقول حاجه يعني مش هنوقف حضرتك، بس حاجه جميله ان احنا بنقول ان حلاوه الاوفست ان حضرتك ب6 مايكرون سمك الكوتنج عمق والعمق والكوتنج حضرتك هتطبع مثلا يعني 200-300 الف ومليون كمان بسمك حبر 1-2 مايكرون. فقد ايه يعني ده فن مش
لك ان تتخيل هذا. طبعا يعني الناس كلها الخبراء في الطباعه فاهمين هذا الكلام، بمعنى انه عارفين قد ايه ان الدقه في التصنيع بتنعكس على الدقه في الاداء، لانك انت بتنتج سلعه في النهايه اللي هي الطباعه جميله. يعني لما تكون بتعمل بوستر حلو كده في بنت حلوه ولا بتاع، اهم حاجه فيها ايه؟ التفاصيل ودرجه اللون وحاجات كلها بتعتمد على احد الاسباب اللوح الطباعي. فده التحدي الثاني بتاع الهاي تك، انه السوق المصري للاسف لم يتقبل هذا. ليه؟ لانه سوق متعود انه يستعمل حاجه مستورده وحلوه وزي الفل، لكن هتيجي تقول لي مصري نفسيا لا. فما كانش من السهل انه السوق يتقبل هذا. طبعا. تقنعه ازاي؟ تديله عينات مجانيه يجرب، وبعدين طب مش يمكن دي معلومه ما تعرفهاش، ان بعض التجار لما عرفوا ان الانتاج كويس لكنه غير مقبول بالنسبه للسوق، راحوا شايلين الليبل بتاع الشركه جنرال ليثوغراف وحاطين ليبل اوروبي. نفسيا الناس تريح. هو طبعا دي شيء بتضايقني، انا ضايقتني انا ان اسمي بتاع، لكن في النهايه مشيت السلعه. لكن دي يعني تبين لك قد ايه اعتماد المستهلك المصري على السمعه والخارجيه مش على الانتاج المصري. فده السبب الثالث. احنا دلوقتي كنا بنقول حضرتك ان السوق المصري ما تقبلش الاول عشان الثقه في المنتج المحلي وعقده الخواجه وكده، وبعض الشركات لما غيروا الليبل ان هي كانت التجار من بره التجار، طبعا دي حاجه بتضايق حضرتك، لكن الناس تقبلوا ولقوها ان هي شغاله كويس. يعني بعد كده حصل ايه بقى تاني تحديات؟ الحقيقه يمكن بعد استقرار المنتج واستقرار السوق الى حد كبير، حصل للاسف الحريق المشهور اللي ادى الى توقف المصنع لمده سنه. دي الحقيقه كانت يعني ده كانت تقريبا بعد كام سنه؟ من كانت 4 سنين. 4 سنين تقريبا. 4 سنين. لكن قدر الله ما شاء فعل. والغريب ان سبب الحريق يعني لن تصدق انه انفجار كشاف 5 كيلو في عز الحر ونازل على بلاستيك في غير مواعيد الشغل، وفي منطقه ما فيهاش ديتكتورز، لان الديتكتورز مش في كل حته، انما على رشاشات الميه. فادى الى ان البلاستيك ساح، قعد يسيح لحد ما طير نص المصنع. يعني هي كانت، لكن سبب هايف قوي، لكنه ادى الى توقف. زي ما يقول لك عقب سيجاره حرق مش عارف ايه، دي نفس القصه. فدي توقفنا سنه كامله. لكن لما رجعنا الحقيقه رجعنا اولا بتكنولوجي متطور اكتر وخبره، وبالتالي ادت الى استيعاب السوق مره تانية. الحكايه دي بقى انعكست ايجابيا بقى. يعني الواحد يعني ما يتكلمش بس عن التحديات السلبيه والمواجهه بتاعتها، وانما هضرب مثل هنا الحقيقه يحضرني، انه لاثبات ان احنا وصلنا الى مرتبه عالميه في الطباعه في انتاج الالواح، انه شركه ديبون الامريكاني كانت في ذلك الوقت اشترت شركه انجليزي ضخمه جدا، مش هقول اسامي، اشترت المصنع بتاع الالواح الانجليزي، هو من اكبر مصانع العالم. وبعد ما اشتريته لقت ان في عملاء كتير للشركه في منطقه الشرق الاوسط، وفي نفس الوقت سمعت ان هناك مصنع في مصر بينتج الالواح وانه سمعته كويسه. فقالت طب انا ليه ما اعملش ديل مع الشركه المصريه وان انا اوزع العملاء بتوعي اديهم للشركه المصري. ثقه كبيره جدا طبعا، في اكتر من كده ايه. فانا لما قالوا لي الكلام ده كان يا دوبك بعد حريق المصنع، بعد تشغيل المصنع ب6 اشهر، لمجرد ان بدايه كانت الحقيقه غير عاديه. انا طبعا من حيث المبدا وافقت. الشركه ديبو بعتت مهندس قعد حوالي اسبوع يقيم المصنع بتاعي، وبعدين بعت تقرير لديبو في الهيد كوارتر في امريكا، قال لهم المصنع ده بحالته الحاليه يصلح فورا انك تحط الاستيكر بتاع الشركه الانجليزي عليه.
الناس طبعا يعني لما بلغوني هذا الكلام انا طبعا اعتبرت ده وسام على صدري، انه اثبات من اكبر شركه في العالم بتقول لي انت ممكن تشتغل في كانت تجربه هايله، وكانت ممكن تؤدي بقى في ذلك الوقت انا بحساباتي البسيطه ان المصنع ده بدل ما يبقى بينتج 3 مليون متر ينتج 30. ليه؟ لان العملاء بتوعهم في المنطقه دي بجانب كانت حاجه كبيره قوي. لكن عيب الشغل مع الامريكان يا دكتور، الامريكان فيهم تغيير الاهواء السريع قوي، بمعنى انه ممكن في يوم يروح راجع في كلامه، هو ما رجعش في كلامه في العقد معايا، وانما رجع راح بايع البيزنس، قال انا مش هشتغل بيزنس لوحدي بعضي. وشكرا يا باشمهندس، ذاتس ات. وطبعا دي كانت هم نفسهم وقفوا النشاط. هم قالوا لا احنا هنطلع بره البيزنس ده، بيع المصنع ببساطه شديده، بيع المصنع. اولا راحوا مبيعين المصنع بتاع انجلترا وطلعوا من البيزنس. فدي اثرت بقى الحقيقه طبعا دي يعني زي قد ايه ما كنت فرحان ان المصنع ده اثبت وجوده عالميا من ديبو وغيرها، الا انه لم يحقق اي فائده ماديه ليا في الظروف الحاليه، خاصه بعد حريق المصنع. لكنها في نفس الوقت خلتني اهتم بالسوق الانجليزي، لان قلت بقى الله، اذا كانت انجلترا فيها هذا الحجم وفيها هذا النشاط، طب ليه ما نروحش هناك؟ وعينت وكيله، هي الست دي كانت تتميز بانها فيري ستابرن، بمعنى انها لحوحه جدا وعندها اصرار غير عادي، يعني صفه او ملكه تهم قوي بتوع التسويق، انه هو لا ييأس اطلاقا. رايحه تبيع منتج مصري هاي تك في انجلترا، فطبعا دي عمليه ما هياش سهله. فراحت لاكبر دار نشر في انجلترا بتطبع 28 جريده يوميا. استهلاكها من الالواح اظن كان حوالي 4000 لوح في اليوم، حاجه زي كده على ما اتذكر. وانتاج وطاقه المطابع دي تعادل طاقه المصنع بتاعي. فلك ان تتخيل ان الناس دي لو كان المهم الست ركزت على هذا الكلام، لكنها لما راحت لهم طبعا قابلوها بادب شديد، ولكن كانوا ياخدوا العينات منها وسيمبلي دامبت، يعني عمرهم ما يجربوهاش. هنجرب منتج مصري، ده كلام برضو. تقوم هي تروح بعد اسبوع تسال عملتوا ايه؟ لا معلش. المهم مره 2 3 الناس زهقوا، مش زهقوا، قالوا الله الست دي مصره، لازم في سبب. طب هاتي العينات، خدوا العينات وجربوها، لو كويس الموضوع بقى دخل في جد، يبقى اذا ايه؟ لازم نخش رسمي. لما قدمنا رسمي بقى العرض السعر لا وكويس، تقريبا نص اللي بياخدوا بيه يوفر. قالوا لا بقى نبقى لازم نعمل ايه؟ تجربه رسمي تمهيدا للتعاقد. وطلبوا مني ان انا اورد كميه الواح تكفي لتشغيل المكن 24 ساعه لمده 3 ايام، مع حضور مندوب من المصنع في مصر لحضور اللي يشاهد التجربه ويشرف عليها عشان تبقى مسؤوليته. وقد كان عملت هذا الكلام، وطلع التقرير وبيقول ان الالواح المصري لا تقل ان لم تتفوق على المنتج او الخامه اللي احنا بنستعملها. طبعا انا لما عرفت الخبر ده برضو ازددت ثقه زي ما ديبو قالوا لي. لكن لظروف بقى كتيرة الحقيقة، ما يمكن مش ده المجال ان انا اتحدث فيها، ان هذا الديل لم يتم بالرغم من ان السعر كان واطي والتقرير الفني بيقول كده. لكن لك ان تتخيل او تعرف السبب عندما طبعا تكون المعادله بهذا المنظر، ليه الديل ده ما تمش. وكانت هتبقى ميزه ليهم برضه طبعا، يعني هي يعني طبعا المفروض يعني ما دام الكواليتي بيقول هم اللي بيقولوا مش انا، وهيوفروا جامد. احنا بالنسبه للكواليتي يعني عايزه يعني هوقف سيادتك نص ثانيه. اتفضل. احنا عشنا حاجه مهمه. اتفضل. مع الواح حضرتك سنه 93 كان طبعا باشمهندس رشدي جرجس رحمه الله، رشدي الله يرحمه، في اوروبا، وعرفنا في شبكه جديده طلعت الاف ام سكريننج، اللي هي النقط كلها نفس المقاس لكن بيختلف عددها، ودي بتبقى مايكرونيه، ولازم الجريننج يبقى فيري فيري بريسايز وبيرفكت، يعني عشان النقطه ما تقعش يعني. بالظبط. فطبعا عملنا حاجه كنت انا يعني شاكك صراحه، قلت له يا باشمهندس ممكن تجيب مع حياتك الافلام، وجابها لاول مره في مصر.
تخش. انا فاكر ساعتها بعد ما نجحت ده سنه 93 نجحت التجربه دي، احنا ما صدقناش، احنا قلنا نجرب يعني مش هنخسر حاجه، ونجحت تماما وطبعنا الشغل. انا فاكر لحد دلوقتي كان موتوسيكل وعربيه فيها ديتيلز فظيعه، كان اي ام واف ام سكريننج على بليت حضرتك، وحضرتك سنتها عملتوا ندوه عن الشركه وعن البليتس ووزعنا فيها العينات دي للناس كلها. كان موتوسيكل وعربيه انا فاكر وفي طوب احمر كده. ايوه انا عندي لحد دلوقتي دي يعني بعد كام حوالي 33 سنه بالظبط. فانا عايز اقول بالنسبه للجوده يعني عشان برضو الناس تبقى عارفه ان يعني انا شفت شاهد عيان ان الاف ام لاول مره في مصر اتعملت على الواح مصريه من شركه ليسوغراف، ودي كانت حاجه ما حدش مصدقها. ولما وزعنا كان الناس فاكرين ان احنا دي طبعنا بره فكنا جبنا البليت وعرضناها لهم برضو يومين. دي الحقيقه يعني انا سعيد انك قلت المثل ده والتجربه دي لانها شاهد حي على الجوده. لما يبقى انت عامل مصنع عندك الجوده كويسه والسعر كويس، ايه اللي ناقصك انك تنجح؟ مفيش حاجه الا انك تبذل مجهود اكتر. في المره دي بقى انا الحقيقه اتجهت الى المانيا. يعني انت لما تكون تزداد ثقه رايح فين بقى؟ في عقر دار الطباعه طبعا اساسها المانيا. اخش المانيا ازاي؟ روح بعت للملحق التجاري المصري هناك، قلت له انا فلان الفلاني وعامل مصنع كذا 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 ومرفق الشيتس والكمباني بروفايل والكلام ده كله، وعايزك تحدد لي مواعيد مع تجار بيستوردوا الواح طباعه المان. المهمه محدده تماما بكده، دي شغلتك. والله هذا الرجل لن انساه في حياتي، لانه مثل فعلا للرجل الديديكيتد اللي بيحب بلده ووطنه ونفسه ان الصناعه المصريه تتفوق. مفيش اسبوعين كان باعت لي 8 مواعيد مع تجار تجار المان علشان يشوفوا العينات المصري ويجربوها ويتفاوضوا على السعر فيش بعد كده الحقيقه. كانت تجربه فيري انترستنج ليا بالنسبه لي يعني الحقيقه، لانها بينت لي قد ايه ان الواحد قوي وقد ايه ان السوق الالماني نفسه مستعد انه يشتغل معاه. طبعا هو في اسباب بقى هنتكلم عليها في عوائق التصدير، هنسميها عوائق التصدير، لان المشكله دي كانت في انجلترا وفي المانيا وفي امريكا. هسيب المانيا هنا واروح لامريكا. انا عينت وكيل في امريكا، اكتر من وكيل في امريكا، والناس هناك كانوا سعداء جدا. السوق الامريكي يختلف على فكره عن العالم كله في ايه؟ انه اول حاجه سوق كبير جدا طبعا. امريكا بتستهلك في ذلك الوقت 200 مليون متر، انا فاكر كويس قوي، بينما مصر كانت مليون، يعني ما حصلتش نص في المية من السوق الامريكي. دي بتخليك تقول الله، طب ده انا لو خدت نص في المية من السوق الامريكي، ودي حاجه هايفه قوي، ده انا كده غطيت المصنع بتاعي، مش كده ولا ايه؟ نيجي للاسعار. الاسعار عندهم تقريبا السعر بتاعي يعادل ربع السعر في امريكا، يبقى اذا ما هياش مشكله سعر. نيجي للجوده. في الجوده بقى حصلت قصه مع الوكيل هناك، قال لي لا قال لي مش هتكلم في الجوده خالص. قلت له ليه؟ قال لي اقول لك، قال لي امريكا فيها كل انواع الطباعه، من اهم انواع الطباعه اللي هناك هي طباعه الجانك ميل. ايوه صح. ايه الجانك ميل؟ قال لي اللي هي النشرات اللي المحلات بتعملها، كتالوجاتهم، اللي بتبقى يومي وتترمي في صندوق البريد بتاع كل واحد، يوم يفتح صندوق البريد ياخدها ويرميها في الزباله. هو الجنك، هي جنك. اذا هو مش مهم فيها الجوده ومش مهم فيها الايه بقى السكرينز واللاينات والكلام ده. قال لي دي واخده فوق عن 20% من السوق الامريكي، من 40 مليون متر. فقال لي يعني انا اسف، حتى لو الواحك وحشه هتستعمل في قلت له بص، يعني انا ما بقولش ان انا فرحان بالكلام اللي انت بتقوله، ولكن دي تبين ان الجوده ما هياش قضيه. اذا كانت الجوده ما هياش قضيه والسعر الربع، يبقى ناقص ايه؟ قال لي اقول لك ناقص ايه.
وده اللي ممكن يمنعك انك انت تشتغل في امريكا. قال لي السوق الامريكي زي السوق الاوروبي برضه، انه عايز البضاعه دي في نفس اليوم او تاني يوم عشان الشحن بقى. يعني المطبعه لما تكون عايزه الواح بتتصل بالتاجر ابعت لي كذا، ان ما جاتلوش في خلال يوم او يومين هيروح لواحد تاني. اذا لازم تكون بضاعه حاضره، لازم تكون بضاعه حاضره. فقال لي يعني انت بقى في مصر عشان اقول لك ابعت لي بضاعه وتيجي بعد شهر ونص، طبعا ده المفروض انها موجوده عندك في المصنع، يعني بضاعه جاهزه تاخد شهر وبعدين جمارك يكون العميل طار وكله طار وكده. حته ثانيه تاجر تاني اكد لي هذا الموضوع لما رحت له، قال لي تعالى معايا لو سمحت. اجي فين؟ هو واخدني عن المخزن بتاعه. المخزن ده فوق مثلا عن 200 متر مربع، 200 متر مربع، وارتفاعه مثلا يجي 10 متر. قال لي انا عايزك تملى لي المخزن ده كله بضاعه. البضاعه دي انا حسبتها 3-4 مليون دولار. والله 4 مليون دولار. فقلت له طيب انت هتدفعهم؟ قال لي لا انا مش هدفع، انا المخزن ده انت تملاه بضاعه وتجيب واحد وادي له المفتاح، وكل يوم انا اسحب منه اللي هي طلبات العملاء. كل يوم يدفع غير اللي يتسحب. بالظبط كده، ادفع اللي يتسحب. طبعا عايزه تمويل. مين اللي هيمول 4 مليون دولار بضاعه؟ طبعا عامله استحاله، الا اذا كنت انت كبير قوي. ودي انا معلومه يعني انا اتاكدت منها ان حتى في مصر شركات كتيره ياباني بالذات وامريكاني عامله الكلام ده هنا في مصر، انها جايبه عامله مخازن لبضاعه. ما بتكلمش على الطباعه على فكره، هي بالظبط ده اسلوب تسويق عالمي للكيانات الكبيره. فانا مانيش كيان كبير علشان اقدر استوعب هذا، لكني لو كنت قدرت مثلا مع احد البنوك اعمل ديل يغطيني في هذا الموضوع كان ممكن جدا تبقى قصه تانية خالص. لكن الدرس المستفاد ان التصدير للمنتجات المصريه في السوق الامريكي عمليه مش عايز اقول سهله ومتاحه لرؤوس الاموال. خد مخزن ويحط فيه بضاعه واشتغل. وفي اوروبا نفس الحكايه، ما تعتمدش على اي حد تاني ولا وكيل ولا غيره، انت بنفسك خد مخزن، اجر مخزن 50 متر 60 متر مهما كان صغير، مش مهم، بس يبقى في حاجه، يبقى في بضاعه. قالها لي واحد الماني، قال لي انا بجيب من ايطاليا دي على بعد 6-7 ساعات بالعربيه، لكن انا لو خدت منك في مصر لازم يبقى عنده ستوك. لازم قال لي ما ينفعش اشتغل معاك، انا متفق معاك على كل حاجه، متفق معاك على الانتاج، متفق على الكواليتي، على السعر، على كله، لكن ما اقدرش اشتغل معاك. تاجر في امريكا خدني للبنك بتاعه، ناشونال بانك اوف ديترويت، ما انساش اليوم ده ابدا، لان مدير البنك الحقيقه لما عرف من التاجر الامريكي انه هيستورد الواح طباعه من مصر قلق. الاول حس ان هو سمع غلط. يقول لك وانا قاعد كده قدامه، انا ما بتكلمش، انا قاعد بسمع. فقال له انت قلت هتستورد ايه من مصر؟ قال له الواح طباعه. فانا هنا تدخلت الحقيقه، قلت له ايه يا استاذ، ما معناه يعني انت مستكتر على مصر انها تنتج الواح طباعه؟ قال لي لا ما اقصدش اطلاقا، ما تفهمنيش غلط، احنا بنتعامل مع مصر، احنا بنجيب منهم جلد، بنجيب منهم قطن، بنجيب ملايات سراير، بيت شيد دي مشهوره قوي لمصر، لكن مش هاي تك. قلت له لا التفسير ده غلط. قال لي ليه؟ قلت له لان لما يبقى المصنع ده امريكاني، تصميمه امريكاني، معداته امريكاني، ومدير المصنع انجليزي، لان انا برضو في فتره من فترات عينت مدير للمصنع انجليزي علشان تكنولوجي ترانسفير للانجليز. كان هو مدير انتاج في مصنع في انجلترا، وجيت عينته عندي سنه، كان كافيه قوي ان هو يرفع لي المستوى والتكنولوجي والجوده الى القمه.
فقلت له يعني هي دي النقطه، انك انت بتغطي كل النقط اللي تدي الثقه في التمويل والاقراض. بس البنك ما رضيش يعني؟ لا، البنك وافق في 48 ساعه كان موافق، وادى الراجل التاجر الموافقه. بس للاسف التاجر نفسه بقى ساب البيزنس ده وراح حته تانية. ما هو عيب الامريكان كده، الامريكان ممكن يغيروا البيزنس بتاعهم لما يلاقوا فرصه احسن تاني على طول. قراراتهم سهله في فقلت بقى انا عمال ابعت لك في عينات ومش عارف ايه، وانت تجرب هنا وهنا وهنا، وبعدين في الاخر تسيب البيزنس كله ده، وانا اللي قاعد. يعني دي من ضمن النوادر اللي قابلتني، لكنها كل تجربه فيها كنت بطلع منها بدرس مستفاد. نيجي لنقطه مهمه قوي في التصدير الحقيقه، وهي المسافات. عشان الشحن والتأخير. يعني هضرب مثل بهونج كونج. تسمع هونج كونج؟ طبعا اختفى الاسم ده، لكني كنت مش عايز اقول من النوادر اللي هم صدروا لهونج كونج. يعني احنا نعرف هونج كونج دي كانت مصر وان واي، دي وان واي مش تو واي. دايما كل منتج جاي من هونج كونج قبل ما تنضم للصين طبعا يعني. لكن تاجر في هونج كونج الحقيقه اتبسط قوي من الالواح والسعر وكده. قال لي بس انت بعيد، انت بعيد قوي. قلت له بعيد ايه؟ قال لي لا يعني انا هاخد منك بضاعه هتوصلني في شهر. قلت له لا قال برضه استفزني. فقعدت ابحث، وهنا بقى يعني شوف التحديات بتخليك تدور لقيت خط ملاحي بيطلع من اسكندريه لجده، وجده هونج كونج، لكن لقيته سريع قوي. ليه؟ لانه بيرجع فاضي. واخد بالك؟ ما هي الكونتينر اللي راجع هونج كونج ده هيشيل ايه؟ فاضي. واخد بالك؟ محدش بيصدر هونج كونج حاجه. فالقصد ايه؟ انه لما سالت الخط الملاحي قالوا لي نقدر نقول لك 23 يوم. 23 يوم من اسكندريه لهونج كونج. فبلغته، قال لي انت متاكد؟ قلت له متاكد. قال لي طب خد الاوردر ده، واداني اوردر. انا سعدت بيه جدا. 48 ساعه كان كان الانتاج تم، وطلع على فين؟ على المينا. لا مش هيطلع على المينا، بنبلغ المينا تبعت لجنه جمركيه للمصنع، باب المصنع. ودي خدمه كويسه الحقيقه. ياخدوها يرصصوا الكونتينر عندك ويطلع على المينا. خلاص انت مهمتك انتهت كده. بلغت التاجر سعيد، انت متاكد؟ قلت له دي طلعت والبوليس الشحن هتوصلك. فات اسبوعين. دي برضه نوادر يعني يا جماعه والله. يعني هتخش في باب ايه مش عارف. بعد اسبوعين لقيت المصنع بيكلمني بيقول لي يا باشمهندس الكونتينر بتاع الصين بتاع هونج كونج واقف على باب المصنع. قلت لهم يعني ازاي يا جماعه؟ ده الكونتينر ده طلع وتاكدنا انه اتحمل على المركب. حضرتك على باب مصنعي. تاني يعني رجع تاني. رجع ازاي؟ انت عارف اللي بيسرب القطه. قلت له يا جماعه انتوا بعد اسبوعين يرجع تاني. بعد اسبوعين لقيته، رحت جاري على المصنع لقيته. ايه يا جماعه؟ ازاي كونتينر طلع من باب المصنع وراح على اسكندريه وتحمل على المركب، والمركب مشيت ويرجع تاني، وبعدين الاقيه على باب المصنع؟ دي ما تحصلش في اي حته في الدنيا الحقيقه. ليه السبب؟ السبب اعتذروا لي الحقيقه، بعتوا لي اسف شديد ان هم رجعوا بتوع الجمارك يعني، وقالوا لي اصل جت اخباريه بعد المركب ما طلعت ان في كونتينر على المركب دي في ممنوعات. فإدارة الجمارك تتصرف ازاي؟ ممنوعات؟ مهربين الحشيش، اي حاجه يعني فيها ممنوعات. طيب ما مشيت، رجعوها. راحوا مرجعين المركب. طيب المركب دي مثلا شايله 100 كونتينر، يعملوا فيهم ايه؟ ما هم مش عارفين انه كونتينر. راحوا مرجعين الكونتينرز كلها لاصحابها، وشكلوا لجنه تفوت على المصانع دي كلها عشان تفتح الكونتينر. ما هو اصل هو الكونتينر مترصص، مع ان الكونتينر ده اترصص في المصنع، يعني الناس دي شافت الحاجه. ايوه بس في مخالفه.
هم عايزين يعرفوا فين المخالفه دي. طب والباقي ما خطرش على بالكم ان مصالح الناس التانية دي ممكن في اكل حاجه تبوظ صلاحيه؟ مش بس كده، مصالحي انت ضيعت عليا اسبوعين. زي ما انا حصل لي طبعا ان انا خسرت ثقه التاجر، وقال لي ما انا قلت لك مش هتنفع. كان القصه دي كانت قبل افتتاح تكنو برنت باسبوع حاجه زي كده، وكنا عازمين حوالي 3-4 وزراء في الافتتاح. برضه مش هقول اسامي وزراء في ذلك الوقت، ولكني اثرت هذا الموضوع معاهم. وكان من ضمنهم وزير الماليه اللي هي الجمارك تبعه. فالحقيقه معالي وزير الماليه سمع القصه دي وفضل سرحان كده. انا مستني منه رد الحقيقه يوسفي غليلي، ما هو اللي حصل. قال لي غريبه قوي ان حاجه زي دي تحصل. قلت له والله هي فعلا غريبه، لكن انا بالنسبه لي يعني بعد كده قلت لا دي مش غريبه، لانه طول ما احنا بندار بهذا الاسلوب يبقى لا يمكن صناعه تقوم. اذا كان الوزير المسؤول بيتعامل مع قضيه زي دي بهذه السلبيه والسطحيه اللي تخليه يعني المفروض ابسط حاجه انه يبقى غيور على بلده وغيور على الصناعه، وانه ياخد اكشن، لان ده مثل. لازم انه الكونتينرات رجعت، انه رجعوا الكونتينرز كلها للمصانع وعادوا فتحها. طبعا الكونتينر بتاعي اتفتح وتقفلوا، لا تمام انت ما عندكش حاجه ممنوعه، وقفلوه وودوه اسكندريه على حسابهم وصفروه. البضاعه وصلت للراجل التاجر بتاع هونج كونج بعديها بشهرين حاجه كده يعني. فده الحقيقه مثل برضه للتصدير السيء للاسف الشديد. طيب احنا ان شاء الله شهر 6 من 18 ل 20/6 ان شاء الله هيبقى عندنا الرقم 13 تكنو برينت. وتكنو برينت ده طبعا قصه طويله 20 سنه، و12 مره اتعملت دي 13 هتبقى سنوي. وطبعا حضرتك من يعني رواد هذا المعرض ومن منشئيه، ومش هنقول مخترعيه يعني، لكن حضرتك لعبت دور كبير في بدايته كفكره وكله، حتى الاسم يعني انا فاكرين. فعايزين برضو نسمع ده من حضرتك، بدايه تكنو برينت كانت ازاي؟ اهدافها كانت ايه؟ لان كان حضرتك انا فاكر ساعتها كان في رؤيه لحضرتك مختلفه تماما عن المعارض الاخرى. الحقيقه دي تجربه مهمه جدا في المسيره بتاعتي، وتستاهل فعلا ان احنا نتحدث عنها عشان نفهم اصلها ايه. الحقيقه انه في ذلك الوقت انا كنت نائب رئيس غرفه الطباعه، وكان مجال المعارض الطباعيه الحقيقه مقتصره فقط على التجار. وده شيء لفت نظري، انه ليه ابقى انا رئيس، ابقى انا غرفه الطباعه بمثل غرفه الطباعه، بمثل مين؟ انا مش بمثل تجار الطباعه، لا انا بمثل المطابع، هم اصحاب المصلحه. يبقى ازاي انا اساسا ما يبقاش عندي معرض لهذه المطابع؟ للمطابع ما ينفعش ان بلد بهذا الحجم من البيزنس بتاع الطباعه اللي فيها حوالي 4000 ولا 6000 مطبعه لا تعبر عنهم شيء، ما عندهمش معرض. هي الحقيقه بصراحه يعني عايز اقولها لك انها كانت فكرتي من اول كانت فكرتي ان لابد ان يكون هناك معرض للمطابع. طيب مين هيساعدنا فيها؟ قلت لهم مركز تحديث الصناعه. انا كنت ممثل الغرفه أيوة. في مركز تحديث الصناعه. فمركز تحديث الصناعه من ضمن خدماته المساهمه في المعارض. طيب بس احنا ما عندناش خبرات خالص في اقامه هذه المعارض كمجلس اداره وبتاع. فرحمه الله عليه المهندس عهدي فضلي الحقيقه كان عضو في مجلس اداره، وكان بيرأس مجلس اداره دار اخبار اليوم. قال طيب ما احنا في اخبار اليوم ممكن ان احنا نتولى العمل الاداري وتنظيم المعرض ده. فده كان الحل، ان اول معرض تم تحت اداره مؤسسه اخبار اليوم. كان معرض ناجح، وازدادت ثقه مجلس اداره الغرفه بهذا العمل، وقلنا خلاص يبقى دلوقتي من 2006 تقريبا صح؟ والله انا مش متذكر قوي، مش متذكر التاريخ. 2005 في 2006 لكن هو متأيد طبعا في
ما كانش فيه لسه تاج اتعملت، كان بس الغرفة واخبار اليوم. لما لقينا المسألة بقت ممكن يعني هنقول ايه، اندر كنترول. اندر كنترول ايه في ايه؟ انك انت عارف مين اللي يخش نتيجة خبرة اخبار اليوم في الانتشار وبتاع، عارف المطابع اللي ممكن تخش. والتجار طبعا مش هنقول للتجار لا، بالعكس ده هم كل يعني عنصر مهم جدا، خاصة في المساحات، لانه الوكلاء التجاريين بياخدوا مساحات اكبر. المطبعه ممكن تاخد 3 في 3 ولا بتاع علشان هتعرض شويه يعني منتجات. حضراتكم جبتوا دعم باين؟ لسه انا لسه ما اتكلمتش على مره ما كانش فيه. لا. نيجي بقى ازاي ننفذه. الديل بقى اللي تم مع مركز تحديث الصناعه ما كانش بس ان هم بيساهموا في تكلفة الجناح بتاع كل شركة، مش فاكر كانت النسبة كام، بس اعتقد انها كانت بتبقى 80%، حاجة كده، رقم فلكي يعني بتقول للمطبعة تعالي هاتي حاجتك وحطيها، عايزين ايه اكتر من كده يعني. لكن من ضمن البايلوز بتاعت مركز تحديث الصناعة ان هم، ودي لا انساها ليهم اطلاقا، جابوا لي 100 تاجر ايوه طباعة من بره، مستلزمات طباعة من كافة أنحاء العالم، من أول أمريكا لحد جنوب أفريقيا، على حساب مركز تحديث الصناعة. إقامة وانتقالات، و5 أيام أظن أو 6 أيام، مش فاكر حاجة زي كده. فالناس جات الحقيقة من أمريكا بقول لك لأوروبا لبتاع، اندهشوا وانبهروا، قالوا إيه ده؟ هي دي الطباعة في مصر؟ قلنا لهم ما كانوش متخيلين ان في المستوى ان في هذا المستوى من الطباعة. لكن كانت المشكلة الرئيسية ايه؟ المطابع صفر في التصدير، صفر يعني. بمعنى ايه صفر دي؟ انهم مش فاهمين قوانين الجمارك، مش فاهمون اي يعني سوق العالمي، ثقافة التصدير. جبنا لهم موظف من وزارة الصناعة في محاضرة أنا متذكرها كويس قوي في المسرح، علشان يشرح لهم إيه هو التصدير وقوانين التصدير، والمطابع قاعدة. الكلام ده قبل المعرض. ليه؟ لأن أنا عايز أمهد المسرح لمشهد في تكافؤ، ان الراجل التاجر يجي يكلم واحد هيلاقي ان هو جاهز. يبقى هي المشكله بقى ان ما استوعبوش حاجه من المحاضرات دي للاسف. وبقى التاجر يتكلم مع المطبعه يفاجئ بقى اولا بالاسعار الفلكيه، بيتكلموا في اسعار ملهاش علاقه خالص بالسوق العالمي للاسف. على قد ما هو سعيد بالكواليتي اللي شايفها قدامه، على قد انه ما عندوش ثقه في صاحب المطبعه. فالتجربه كانت جيده في نواحي اللي هي الاكسبوجر بتاع الطباعه المصريه، اللي هي كانت مجهوله تماما للعالم، كلهم الناس شافوها وكلهم عرفوا ان مصر فيها طباعه وطباعه كويسه قوي ولا تقل في المقارنه عن اي حته تانية. لكن في نفس الوقت التعامل معها صعب. فدي كانت القضيه الاساسيه في تكنو برنت اللي قابلتنا في ذلك في السنه اللي عملنا فيها. دي كانت السنه اللي جه فيها البرنت بايرز، هي البرنت بايرز اللي هي دول صح؟ بس فيعني لكن الاسم ده في الاول خالص بقى. أيوه. الاسم يعني هقول ايه، هو انا اصلا بحب كلمه تكنو، يعني استعملتها في شركتي الخاصه كمان. عندي شركه اسمها تكنو جرافيكس في ذلك الوقت، واخد بالك؟ فلما قلت بقى نعمل معرض يبقى معرض ايه؟ تكنو برنت. فهي جت من كده يعني، انها مرتبطه بالجرافيكس يعني. بس فده فيما يخص تكنو برنت. لكن تكنو برنت في حد ذاته كان اهم حاجه فيه ايه اللي يثبت لك نجاحه او بتاع؟ الاستمراريه. الاستمراريه دي مهمه جدا جدا، مش هتعمل معرض وخلاص، لا. وده الحقيقه يعني انا بعتبره نجاح، وبأحيي المسؤولين عنه بشده، ان هم قدروا يصمدوا في هذا الجو المليء. في نقطه اصل هنا، مشكلتنا في مصر ان احنا ما نحبش المبادره وبنخاف من المغامره. لما اتعمل تكنو برنت كانش في غيره،
فتعمل، بس اتعمل بمجهود جامد قوي. لكن لما الناس التانية عرفت الله ايه ده في معرض طباعة، طب ما نعمل زيه. هي دي مشكلتنا. ابتدوا يعملوا بقى، فابتدوا يعملوا. هي دي مشكلة. لكن يعني طب ليه؟ يعني صحيح السوق ممكن يستحمل اكتر من معرض، لكن ليه؟ بس ده فيما يخص بس هي طبعا كانت حاجة مهمة ان البلد يبقى ليها دي، ويعني هي عملت هبه للصناعه، صناعه الطباعه المصريه، والناس عرفت قد ايه في مطابع، قد ايه في طاقه، قد ايه في جوده. فكانت حاجه جميله وهي مستمره. وطبعا احنا حتى العدد اللي فات، يعني السنه اللي فاتت احنا بعد 4 سنين توقف لظروف الكورونا وحاجات كتيره، احنا حيينا المنظمين على راسهم مع باشمهندس خالد، ان طبعا في غياب الاستاذ احمد زهير اللي هو كان مع حضرتك من اول مره، هو كان يعني طبعا كانوا فريق عمل. فدلوقتي هو استاذ خالد واستاذ احمد عاطف يعني شالوا على عاتقهم، وناس كتيره صراحه يعني حقيقة لازم نذكر هنا ان ناس كتيره يعني قالوا ده تحدي وانتم مش قدها ومش هتنجح. انا فاكر كويس قوي. والحمد لله انها نجحت، وان شاء الله تستمر السنه دي. ولازم الشركات تدعم، لان ده في الاخر معرض مهم. كل المعارض احنا بندعم كل المعارض، يعني حتى في البودكاست هنا احنا بنتكلم على معارض تانية ناس تفتكر انها تنافسيه منافسه يعني، لكن احنا في الاخر عايزين السوق كله يطلع، وهتبقى كله في الهدف وطني. هدف وطني. بالزبط. بيحضرني في تكنو برنت التجربه الحقيقه كانت مهمه جدا برضو انها تمت، ودي كانت نتيجه اعجاب رئيس اتحاد الناشرين الامريكي اللي شافه في المطابع في مصر هنا. للاسف ان انا مش متذكر اسمه في الوقت الحالي. فاكر انا فاكر انه كان طبعا الراجل ده يعني تحمس بشده، قال لي ما معناه يعني this is incredible what I have seen here. فاحنا ان شاء الله لازم، ما معناه يعني ان احنا لازم نعمل شغل مع امريكا. انا بقى الحقيقه يعني ما سبتوش، مش المعرض خلص اسيبه، لا ما سبتوش، وفضلت اتواصل معاه بعد المطابع، بعد المعرض ما خلص، لحد ما قال لي طيب في معرض شيكاغو، مش فاكر كان شيكاغو او 1 ولا ايه؟ ايوه لا كان مش فاكر 2001 ايام. لا مش او 1، لا اصل او 1 ده ليه حدث خاص بيا انا، اللي هو بتاع 9/11. هو 9/11 ده شيكاغو ساعتها. الناس انا كنت كانوا هناك وما عرفوش يرجعوا، انا كنت من ضمنهم. لكني برضو يعني عايز اقول ان في شيكاغو او 1 ده ليه بالنسبه لي كان نقطه مهمه في تاريخي، انه انا مضيت في هذا المعرض عقدين مع تجار امريكان، وكل عقد $250,000. لك ان تتخيل هذا. وتصورت ان امريكا اتفتحت لي خلاص، والتجار قالوا لي ما عندناش مشكله في الوقت، ما عندناش مشكله، احنا هنستعمل الارواح بتاعتك دي كستوك موجود، ونعمله ندوره باستمرار بحيث يبقى فيه ايه فلو مستمر. حل. ومضيت العقد، المعقدين في يومين. اليوم الثالث كانت الابراج اتنسفت والعقود اتقطعت وانتهت القصه. نرجع للراجل التاجر رئيس اتحاد الناشرين، قال لي احنا عندنا مشكله في امريكا، ان احنا بنطبع في الصين. الصين غير موقعه على اتفاقيه حقوق الملكيه، اتفاقيه حقوق الملكيه. ممكن الكونتنت، وبالتالي قال لي دي روتين عندهم، تيجي لهم الروايه من امريكا يطبعوها، تاني يوم تلاقيها نازله في الشوارع في امريكا. الراجل المؤلف والناشر ايه يا ولاد ما فيش واخد بالك. والله. فقال لي طبعا احنا لو حولنا عمليه الطباعه دي لمصر هتبقى حاجه كبيره. قلت له اهو ده الكلام، لان مصر موقعه على الاتفاقيه، وعلى فكره زار كذا مطبعه طبعا وحددهم تقريبا اللي ممكن يشتغل معاهم. دي كانت حاجه مبادره هايله. كانت مبادره هايله الحقيقه. احنا نتمنى ان المطابع تخش برضو في المعرض، ويبقى فيه برضو برينت بايرز يجوا يشوفوا، لان دي مهمه جدا يعني. الحقيقه انا لن امل من تكرار لاصحاب الاعمال من مطابع مصر اتجهوا الى السوق الامريكي. السوق الامريكي مفتوح على مصراعيه دون اي حساسيات، دون اي عقد او مشاكل غير عاديه.
لكنه مناسب جدا لمصر، ومناسب في الاسعار، ومناسب للجوده. نفسه فيها. هتلاقوا نفسيكم في امريكا. لا تهابوا السوق الامريكي، لا تهابوه اطلاقا. من تجاربي الشخصيه في السوق الامريكي، روحوا هناك. نيجي لمرحلة بقى تانية في تاريخ حضرتك برضو مهمة جدا، اللي هي البيدا بقى. يعني برضو عايزين نشوف البيدا امتى الفكرة جت وازاي جت والاسم والادوار اللي اتعملت. يعني برضو البيدا عملت نقلة كبيرة في الصناعة المصرية. يمكن اول مرة اتعمل مستويات مهارات لصناعة الطباعة، اول مرة اتعمل كتاب كبير، اول مرة اتعمل تدريب صح. فيا ريت حضرتك تقول لنا البداية كانت ايه وجت ازاي. هي البداية كانت بداية برضو العمل العام، لأن بعد ما أنهيت مرحلة مصنع ألواح الطباعة، الحقيقة الناس المشكورين في غرفة الطباعة المسؤولين، أستاذ أحمد عاطف كان رئيس المجلس، ربنا يديله الصحة، قال لي ليه ما نعملش جمعية لا تهدف إلى الربح، NGO للطباعة. قلت له والله فكرة كويسة. فتحمست للفكرة على ان انا اتولى هذه الجمعية واشوف لها نشاط يتناسب مع احتياجات المطابع. ولو انت تتذكر يا دكتور ان احنا لما عملنا الجمعية دي، قعدت انا وانت نحط خطة عمل نتخيلها. يعني هي النقطة انك انت اي عمل بيبتدي بفيجن. الفيجن دي ايه؟ الفيجن في الحالة دي ان احنا نشوف المطابع عايزة ايه. مطابع عايزة تدريب، عايزة مهارات، عايزة قروض، ايوه، عايزة تسويق ماركتينج، عايزة تكنولوجي. بمعنى ان هم طبعا انا بتكلم عن المطابع المتوسطه اللي هي غالبيه المطابع. انا مش هتكلم عن الكبار، لان الكبار دول لا هم محتاجين NGO ولا محتاجين الجمعيه ولا محتاجين حاجه خالص. عندهم المتوسطه والصغيره بالظبط كده، المتوسطه والصغيره اللي هم 90 تقريبا. ومن هنا قعدنا انا وحضرتك نتناول كل بند من دول نعمل فيه ايه، برضه بالتعاون مع مركز تحديث الصناعه، لان تصادف ان ذلك الوقت كان عز نشاط مركز تحديث الصناعه وعلاقتي بيه، وكوني بمثل غرفه الطباعه في مركز تحديث الصناعه. الحقيقه كانت علاقتي بيهم كويسه الحقيقه، والناس كانوا متعاونين جدا ومرحبين جدا بكل الافكار اللي هي فعلا تصب في تحديث الصناعه. دون يعني مبالغه. فجيت الدورات التدريبيه، المناهج اتعملت، مدربين ما شاء الله، دكاتره الجامعه ناس كتيره شاركوا، ناس كتيره شاركوا فيها. نيجي مثلا للتكنولوجي. لو تتذكر حضرتك الكتاب بتاع الطباعه كان بتاع الاوفست صح. وده توزع اجزاءه على الناس كلها، الدكاتره والبتاع اللي بيفهموا، وتم ترجمته وتوزيعه على المطابع. الله، دي حاجه عمرها ما حصلت في تاريخ المطابع، انها تشوف مرجع علمي طول التكست بوك عن الطباعه صح. نيجي للقروض. القروض انا الحقيقه يعني بمجهود برضو شخصي الى حد كبير مع الصندوق الاجتماعي قدرت اوصل لديل ان هم ادوني 20 مليون جنيه، انا اذكر هذا، لتمويل المطابع ساعتها بالمبلغ ده. قالوا لي دفعه خلصهم وخد غيرهم. يبقى اذا انا اتذكر لازم برضه نقول هنا، انا افتكرت حاجه مهمه، انه يمكن كانت ساعتها تحديث الصناعه والوزاره نفسها يعني مش شايفه الطباعه اهميتها، تمام، وما كانتش من اول 10 حاجات. وفاكر ان حضرتك عملت اجتماع، واول مره سمعنا حاجه حضرتك قلتها، انه يا جماعه الطباعه مش تصدير بس مباشر،
في تصدير غير مباشر، ان اي حاجه بنصدرها بيبقى فيها جزء طباعه، فدي غيرت تفكيرهم خالص. انا فاكر بالظبط كده، يعني حاجه مهمه لازم نسجلها. الحقيقه طبعا هي الحقيقه دي نقطه مهمه جدا، نقطه مهمه جدا، ان هم المسؤولين في الدوله فاكرين احنا بنصدر طباعه يبقى طباعه. لا، ده كل منتج تقريبا يعني بيتصدر فيه طباعه، جزء طباعه. فمشروع القروض ده الحقيقه المطابع طبعا رحبت بيه جدا. مبلغ كبير يعني، مش نسيت مبلغ كبير طبعا. هم كانوا حادين اعتقد ان كان 1,000,000 جنيه كانت للمطبعه للمكنه، لكن كان في قيود، وهي انه ما يجيبش مكن مستعمل. المطابع كلها عايزه مكن مستعمل مثلا يعني. لكن اللي حصل بعد كده الحقيقه ان البنوك لما دعتها لهذا المشروع استولوا على المطابع وادوهم فلوس من عندهم بدل من البنوك بدل من الصندوق. فلقيت نفسي في الهوا. بمعنى اخر يعني نيجي لمشروع تنميه المهارات، ودي كانت فتره بيدا برضو، انه ان مصر وقعت مشروع مع الاتحاد الاوروبي، 5 دول في الاتحاد الاوروبي، اللي هو مشروع تنميه المهارات اللي بيسموه NSSP. وده ابتدى بمرحله 100 مهنه في الطباعه. وكنت برضو تشرفت برئاسه هذا المشروع في فتره من الفترات، وكان من ضمنها طبعا الطباعه. ولنا للاسف الشديد والله الواحد ما هو عارف يقول ايه يا دكتور. ايه اللي خلانا نعمل مشروع تنميه المهارات؟ ان هناك قانون عمل صدر سنه 2003 بينص انه لا يسمح لاي عمل بمزاوله اي مهنه دون وجود رخصه. وجود رخصه، صح. معناه ان حضرتك في المطبعه بتاعتك وجاي عايز تعين واحد معاه رخصه لمزاوله المهنه ولا لا، ومستواه ايه. ده قانون فعلا مع وزاره العمل. وزاره العمل، صح. هذا القانون لم ينفذ الى يومنا هذا. ليه؟ لان قالوا لا، هنعمل خلاص، نعمل مشروع تنميه مهارات. عملنا مشروع تنميه مهارات وحددنا مستويات المهاره اللي مطلوبه وخلاص كله تمام. 100 مهنه. انا فاكر بعد كده عملنا دفعه تانية، صح، لكنها لم تطبق. صح. بس كانت جميله لان شارك فيها طبعا الاكاديميين، شارك فيها اهل الخبره، شارك فيها العمال نفسهم. كل المقومات اتحطت وطلعت، ويمكن يعني ما هي موجوده عندكم، موجوده. لا، والجميله انه انا فاكر ان احنا ساعتها يعني دعوا حضرتك في فندق فلسطين ان احنا نبقى بايونير ونبقى قدوه لبقيه الصناعات. يعني احنا كنا ماشيين بشكل ان قالوا نشرح ازاي بتتعمل عشان الصناعات التانية تعمل زيها، عشان تعمل زيها. صح، انا فاكر. ودي كلها يعني تضاف للطباعه والقائمين على مجال الطباعه تنميه المهارات. طب احنا في النهايه طبعا بنشكر حضرتك على يعني الخبرات الكبيره دي، واللي هتتنقل ان شاء الله لشبابنا، وان شاء الله ناس كثيره تستفاد من خبرات حضرتك والتجارب دي. كنا عايزين حضرتك في الاخر كده مثلا نقول زي روشتة لصناعات الطباعه والتغليف المصريه في ضوء خبرات حضرتك وفي ضوء رؤيه حضرتك. هو بادئ ذي بادئ. ايه هي مقومات الصناعه او تطوير الصناعه؟ في مقومات. اول حاجه السوق. هل في سوق طباعي في مصر؟ طبعا سوق ضخم جدا. يكفي ان احنا نعرف ان احنا يعني بنزيد 1,000,000 تقريبا كل سنه، والطباعه انعكاس برضه للكثافه السكانيه، وبالتالي السوق موجود. هل السوق بيقرا ولا ما بيقراش؟ دي نقطه مهمه. بمعنى اذا كنا بنتكلم عن الطباعه كشيء مقروء، للاسف لا، احنا ما بنقراش. او بمعنى اخر ابتدت الاتجاهات وخاصه مع الاجيال الجديده انها تستعمل الميديا والبحث بالاونلاين على كل شيء هم عايزينه كمعلومه، بعكس زمان. وكان الحقيقه مقوله كانت اتقالت، بس اعتقد انها مش صالحه دلوقتي، ان المصري يفكر ويؤلف، واللبناني يطبع، والسوداني يقرأ.
ليه؟ لان السودانيين مشهورين بالقرايه، يقروا كويس قوي قوي. يروح السودان تلاقي كل واحد ماسك كتاب بيقرا فيه. لبنان كانت مشهوره بالطباعه، المطابع اللبنانيه. مصر طبعا فيها الفكر والفلسفه والتاليف والكلام ده، كانت اكبر رزق. لكن القاعده دي اعتقد انها ما بقتش موجوده دلوقتي. لكن نرجع نتكلم على تطوير الطباعه انه طباعه دي مهمه قوي. الطباعه احنا هنا بنتكلم بقى مش على الطباعه التقليديه اللي هي الكتب، وانما على استخدامات الطباعه في الباكجينج. لانه اذا كنا بنهتم بتطوير الطباعه فلازم تركيزنا يكون على طباعه الباكجينج، لان هو ده النمو اللي لا يتاثر لا بميديا ولا بخلافه. ايه اللي ممكن يتم فيها؟ تتعمل مصانع كتيرة، واعتقد ان مصر اهتمت بهذه الصناعة بتاعة الباكجينج، واصبح فيها كمية من المصانع. مش عايز اقول كل يوم بينشأ مصنع دلوقتي للباكجينج. وكذلك اسلوب الطباعة بتاعها. النقطة الثانية اللي هي تطوير في تطوير صناعة الطباعة، انه المهارات للأسف لا تنمو، وإنما بتعتمد على الإمكانيات الذاتية للعامل والمكان اللي بيعمل فيه لتنمية هذه المهارة. هذا الأسلوب جيد وكل حاجة، اللي هو التدريب على الموقع على المكان، ولكن لابد من تنمية مراكز التدريب المهني، وللأسف إنها ما تقدمتش خالص في السنين اللي فاتت، لدرجة إن لما عملنا مشروع التفات اللي هو كان تنمية مهارات المدارس الصناعية والمراكز التدريب المهني، لم يشمل إطلاقا ماكينات. طب إزاي أدرب واحد وأطور إمكانياته في التدريب ومن غير ما أجيب له مكنة يتدرب عليها؟ فإذا تنمية هذه الأماكن مهم جدا. ويمكن التجربة اللي أنا مريت بيها في مراكز في مشروع التفات الأوروبي بينت لي تماما انه هناك مشاكل كبيرة جدا في تنمية المهارات عند الناس، لسبب بسيط، انه اللي بيخش مراكز التدريب، احنا لازم نتفق انه مهم جدا التدريب ومهم جدا المهارات، لكن للأسف انه مراكز التدريب وخريجي مراكز التدريب اخر حاجة بيفكروا فيها انهم يشتغلوا في الطباعة. انا اذكر جيدا ان انا قعدت مع الدفعه بالكامل اللي متخرجه من مركز تدريب امبابه، اظن مش فاكر كان فين، اظن وقلت لهم يا جماعه انتوا في ايدكم صنعه خطيره ومهمه وفيها عجز كبير، ارجوكم روحوا اشتغلوا فيها. كانوا بيهتموا بايه؟ اول ما يتخرج يروح يشتغل عامل في محطة بنزين، عامل في سوبر ماركت، علشان او توك توك، علشان بيكسب اكتر. لما كنت انا بخطط لتطوير صناعة الطباعة وتطوير مراكز التدريب، ولاقي ان انا بعمل الكلام ده عشان خريج مش ناوي يشتغل في مراكز التدريب، يبقى لازم يبقى في حاجة غلط، المعادلة دي غلط. واحنا لازم نتكلم بصراحة، الكلام النظري ما ينفعش. إذا كنا مسؤولين وعايزين نتحمل مسؤولية تطوير صناعة، فلازم أن نبحث، لابد أن نبحث في الأسباب الرئيسية ليها علشان نعرف إن اللي احنا هنعمله ده سليم وإن هو هيؤدي إلى نتيجة. لكن لما أجي أصرف على مراكز التدريب وعلى العمال وعلى المدارس التدريب وعلى مدارس الثانوية الصناعية، وبعدين في الآخر الخريج يروح يسوق لي توك توك، طب ما خلاص، يبقى ما فيش داعي بقى ان انا يعني كده المسألة يعني بقت هزلية. وطبعا السبب معروف، انه أجرة العامل اللي بيتخرج لما يروح يشتغل في مطبعة لا تعادل اسبوع او اقل من اجرته لو اشتغل على توك توك ولا اشتغل عامل ديليفري او كده. انا باستمرار حريص ان انا اسأل اي واحد من العمالة اللي بتعامل معاها، اقول له انت خريج ايه؟ يقول لي مراكز تدريب. بحزن يقول لي انا واخد 3 سنين دورات في التكييف. طب وبعدين رايح تشتغل في الدليفري؟
يعني يا جماعة لازم نواجه الواقع والحقيقة المرة ده فيما يخص التدريب. نيجي لعنصر مهم، انه صناعة الطباعة صناعة مكلفة. لازم نتفق انه المكن غالي، الورق غالي، الحبر غالي، كل حاجة فيها غالية. اذا تنميتها عن طريق زيادة الطاقة دي عملية يعني لازم تتحسب كويس قوي، تتحسب بحيث ان ابقى ضامن ان السوق ده هيستوعب هذا الاستثمار الجديد ولا لا. يبقى لكنه ده عنصر وعنصر مهم. وانا في رايي، واعتقد ان برضو قعداتي مع رجال البنوك وكده، ان هم بيرحبوا جدا جدا بتمويل المشروعات الطباعيه، لان هم عارفين كويس قوي وفاهمين كويس قوي قد ايه ان هذه الصناعه صناعه مجزيه ربحيا. النقطه المهمه برضو قوي انه حجم العمل، حجم التأهيل الجامعي في الطباعة محدود. بمعنى يعني احنا عندنا النهارده، انا ما اعرفش ارقام خاصه بخريجي المدارس الثانويه واللي بيخشوا السوق بيخشوا الجامعات قد ايه، لكن نسبه الطباعه فيها قد ايه دي لا تقارن اطلاقا بالهندسه والطب والتخصصات الكتيره اللي هي موجوده في البلد. ما اعرفش ليه. برضو يمكن برضو الدكتور جورج يقدر يدلي بدلوه في النقطة دي، لأنه ما أعرفش الناس ما بتهتمش ليه بالطباعة بالحجم اللي المفروض بلد في حجم مصر تعمله. النقطة الأخيرة في الروشتة التصدير. بالنسبة للكيانات القائمة عندها، وزي ما قلت في مجمل حديثي، أن التصدير مهم جدا جدا لنمو صناعة الطباعة في مصر، وهي اللي هتفتح الباب لفرص عمل جديدة ونشاط جديد. الإمكانيات موجودة، والخبرات موجودة، والأسواق موجودة، يعني مش ناقصنا حاجة، ناقصنا بس إن احنا نشتغل. لازم نشكر حضرتك جدا. وبمناسبة سريعة كده عايزين نقول برضو ان عشان التصدير احنا الحمد لله وفقنا يبقى في لجنة طباعة في هيئة المواصفات والجودة. دكتور خالد صوفي هو اصبح اول مصري عربي يرأس الايزو العالمي ان شاء الله. والحمد لله ان مصر لاول مره بقت فوتنج ممبر في تي سي 130 اللي هو الجرافيك ارتس في الايزو العالمي. بقى لنا فوتنج من اللجنه، والاول مره المطابع هتقدر تحصل في مصر على شهاده الايزو 12947 اللي فيها شرطه 2 للاوفست عن طريق مصر هنا. فهيوفر بدل ما يصرف حوالي $1,000,000 ممكن تبقى ب100 150 ألف 200 ألف. طب ده جه ازاي؟ نجيب اللجنه اللي اتعملت ما بين الغرفه وما بين الهيئه وما بين الكليات، وصراحه في حوالي 10 اساتذه موجودين فيها، وعملنا ندوه. وطبعا جيت اساسا من تشجيع الدكتور خالد صوفي طبعا لانه هو راجل اكتف. فلما رحنا مع باشمهندس عاطف من الغرفه، مدير غرفه الطباعه عاطف عبد الرحمن الصراحه استقبلنا جامد الدكتور خالد، وفي ثواني جاب كل المدراء وابتدينا وشكلنا اللجنه ودخلنا. هم بصدد دلوقتي ان يمنحوا هم الشهاده دي خلال 2-3 ان شاء الله. وعندنا مطابع كبيره 4 من اكبر مطابع مصر عايزين يبقوا البايونيرز فيها ان شاء الله. فدي حاجه ان شاء الله تساعد على التصدير. ده خبر هايل، ده خبر هايل ان شاء الله. ودي لما تتنقل بقى وتتعرف بره طبعا هيبقى ليها مصداقيه، ترفع برضه طبعا. احنا بنشكر حضرتك جدا، اتشرفنا جدا، وان شاء الله يعني الى لقاءات اخرى، بودكاستات اخرى باذن الله. نلقاكم على خير ومتشكرين، شكرا، سلام عليكم.